عقدت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة الشرق بوجدة اجتماعا تم خلاله عرض مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المبرمجة برسم السنة الجارية، والبالغ عددها 419 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 196 مليون درهما. عرفت سنة 2023 إنجاز ما يفوق 1090 مشروع بكلفة مالية إجمالية اللي فاقت 393 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 78%. أما بالنسبة للنقطة الثانية المخصصة لبرنامج الجهوي للتنمية البشرية، فتم برمجة 419 مشروع بكلفة إجمالية تفوق 196 مليون درهم. وتتوزع هذه المشاريع التي تم عرضها خلال هذا الاجتماع على البرامج الأربعة التي تهم تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا ب36 مشروعا، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة ب171 مشروعا. ويتعلق الأمر أيضا بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب ب30 مشروعا، والدفع بالرأس المال البشري للأجيال الصاعدة ب133 مشروعا.